السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن راني في حديقة حياة الخضراء. عندي النبتة هذه نوع من الصبار اللي فيه الرأس الشوكي هذا. حبيت نحي الرؤوس الشوكية، وبالصدفة أنا نسحب في الشوك لاحظت أنه يخرج لي مع الرأس الشوكة. شوفوا لاحظ مليح هذا الخيط الطويل المنغمس في داخل الورقة. هاي نزيد نسحب أو يخرج. يعني نقوم بعملية السحب. سبحان الله. والميزة في الخيط هذا أنه قوي. أنا مثلا لو تقوم بالشدة تاعه قوي. اللي عنده علم الحكمة ما هي من هذا الشيء حسب التفسير تاعنا، أنه بما أنه هذا الرأس شوكي حاد، كأنه الله عز وجل يقدم خدمة من هذا النبات أنه يمكن الإنسان يستعمله في الإنسان القديم سابقا، يمكن يستعمله للخياطة. مثلا لو تلاحظ هذا الرأس الحاد وشوف سبحان الله عز وجل كيفاش وصل له هذا الخيط الطويل كأنه على شكل عرق طويل ورقيق وقوي، بما فيه الكفاية أنه يستطيع أن يقوم بعملية الخياطة أو ربط قطع في بعضها البعض. سبحان الله بديع الله السماوات والأرض. هاي هي رؤوس الشوكية اللي نحيفها. جربوا، قيسوا جربوا حتى انتم إذا عندكم. واش نديرنا المرة الأولى نجي المكان هذا بالكماشة بالكلاب كما، ونقوم بعملية تقطيع خفيف باش نقطع الغلاف الأخضر، ثم بالكماشة رأس تمساح لابانس ناخذ الرأسها ونقوم بالسحب تاعها. جربوا انتم كذلك نفس الفكرة وشوفوا بلاك تقدروا تتحصلوا على النتيجة اللي تحصلت عليها. تارة يتقطع الرأس فقط، معناها تنحلك كما نقولوا الشوكة فقط، وتارة يتسحب لك الخيط معها. كان صلحت لي تو نزيد نجرب. هاي نسحب. ها لاحظ مليح. سبحان الله العظيم. مازال طولها تقريبا قريب 30 سنتيم الطول تاع الآن، حسب الطول حوالي 40 سنتيم، يعني تقريبا 50 سنتيم، حوالي 50 سنتيم. ما شاء الله. والله حكمة هذه سبحان الله. هو اللي عنده فكر ولا علم على الشيء هذا بدأ به يفيدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.